السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أيها المستمعون وهي المستمعات. وأخواني، كان بنادم ديك الوقيته واحد الوقيته كيمل لنفسه. لماذا كيمل لنفسه؟ ملي كيعتقلوه يكون الرهائن عند هذاك الناس. مهما كان كنتكلم على نفسي. باش كنت الرهائنة عند سميتو عند بوليزاريو باش اعتقلونا مع الصباح. وإخواني عفيت نفسي. لماذا؟ على ذاك الوقت يقول لك الناس ولا كيخافوا من الموت، ولكن ملي كتعتق عند واحد العدو ما كيرحم ولا شفق، لا رحمة ولا الشفقة. ويا إخواني ذاك الوقت كتمل نفسك، كطلب الموت ولكن ما كتعرف ما كتموت وما لقيتيها. ماشي الموت كيقول لك شي واحد واخا دايما خايفين من الموت، والموت لا خايف منه او لا ولا تخاف. الموت من غادي تجي تقاضى الان تقاضى العمر ديالك وتقاضى الرزق ديالك، غادي تجي بلا خاطرك. يا كنتي في الحريه يعتقلوك، يا كنتي فسميتو في السفر، يا كنتي فسميتو كتحوس، فسميتو الموت ملي كتجي ما كتعلم حد. ولكن بنادم ملي يعتقلوا شي وحدين بحال بوريزاريو، بحال شي مرتزقه، او بحال في العسكر او لا فسميتو، داك الوقت كيمل نفسه. داك الوقت كيطلب الموت، هو كيطلب الموت، هو اللي غادي يفكو من هذاك المشكل. لماذا؟ هو فقد داك الوقت الحريه ديالو. الحريه اللي فقدها لا في الكلام ولا في النظره ولا في حتى شي حاجه. اي حاجه التحركات كيتكلم ما حد هو في يد العدو، هو بين سميتو خصك ياكل العصا. اي تحركات اي اشاره من عنده ما يقد يقول انطق باي كلمه، ولا تخ شي كلمه ما كتواسيهم هانت في الوحده. وانت اللي كتطلب الموت احسن من الحياه. على الاقل ما لا سميتو اللي ما اعتقلوا شي وحدين ورجع الرهائن عندهم او لا اسير عندهم، راه ما كيعرفش اش هي الحريه واش هي الحياه. داك الوقت ملي كتعتقل وكتحرم كل مية حاجه، كل مية حاجه كتحرم فيها الروح ديالك والنفس ديالك وسميتو، والناس ما كتوسوس كتقول ودي الموت احسن من الحياه. ومنين كتوقف شي شويه كنشوف اش من الطريقه باش غادي تهرب او لا تموت. هاجوج الطريقه اللي عندك، وهما اي تحركات كيتحركوا هما كتقول غادي يقتلوني، او وليتي كتخاف من الموت. لا كل وقت كتطلب الموت، ولكن كنشوف اش من الطريقه باش غتموت، اللي هو كتفكر فيه كيفاش الناس غادي يقتلوني. وهما الناس اللي هو كتكون عند الرهائنه عندهم ماشي كيفكروا في ذاك الطريقه اللي كتفكر، وهما كيفكروا في طريقه اخرى. هما كيحنيوك وكيبغيو يتشهروا بك وبغا يضغطوا على هذيك الناس على الطرف اللي هو كتنتمي ليه. ولكن انت ما كتفكر في داك الشيء، كتقول انا معتقل عند هاد الناس غادي يقتلوني، غادي يديروني، غادي يفلعوني. ما تضرب خلاص كيضربوا، السبان كيسبوا، اسميتو كيدوزوا عليك التحقيق، فاهم؟ ولكن فاش هي المشكل هو منك تعتقل كتمل الحياه صافي، ما بقاش كتشوف انت سميتو، اللي كتشوف الاخره هو الموت احسن لك من الحياه. اللي هو غتفك من المشكل، ما تسمع الضرب، ما يسبك حد، ما تسمع الحر، ما تسمع حتى حاجه. وهذا هو سميتو كيقول لك سميتو راه اعتقلوا هذاك ولا سرقوا، ولا هو الرهائن في يدهم هادو، راه هادو كيلعبوا بك، كيبغاو وكتسمع بحال العمله البضعه كيبيعوا فيك ويشريو. وهذه يا اخواني اللي غادي نقول لك على الحريه ديال الانسان، والحريه ما كيعرفها غير اللي فقدها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي.
هو انت بسيط اسمح لنا ويغفر لنا وبعد كل شيء هو